السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومتابعي الكرام، متابعي مسلسل محمد الفاتح. إعلان ثاني الحلقة القادمة 17 وأحداث نارية حسب مشاهد وصور الإعلان. وكما رأينا يبدأ الإعلان بمشهد السلطان محمد وهو يقول: أنفاسه محدودة وسنقطعها أيضا وسأقطع رأسه. فمن يقصد بذلك السلطان محمد؟ هل أورهان أم جندرلي أم قسطنطين الإمبراطور البيزنطي؟ على الأغلب يا أصدقاء أن المقصود بالدرجة الأولى هو قسطنطين الإمبراطور البيزنطي، وفي الاحتمال الآخر هو أورهان. أما الاحتمال الثالث جاندرلي فهذا الاحتمال يظل ضعيفا. وهذه هي الاحتمالات الثلاثة التي يمكن لأي شخص أن يتكهنها، ولكني هنا أتكهن احتمال آخر بعيد عن هذه الثلاثة الاحتمالات، وهو أنه سيد بني قرمان، والذي هاجم جنوده قافلة المتطوعين الذين أرادوا أن ينضموا إلى جيش الفتح. وقد رأينا إسحاق باشا وهو يخبر السلطان بأن المتطوعين تعرضوا لهجوم من قبل قبيلة بني قرمان. وفي مشهد آخر من مشاهد الإعلان المثيرة والمشوقة رأينا خليل باشا يصل إلى مكان ما حيث يظهر عليه كورتجو دوقان قائد فرقة الانكشارية، ويقول له باشا، فيقول خليل باشا: جئت لأقبض روحا. فمن يقصد خليل باشا؟ الشخص الذي يريد أن يقبض روحه. ربما هنالك احتمالان اثنان: إما السيد بالي أو كارا مصطفى. أما المشهد الثالث المثير والمشوق أيضا هو لحظة دخول أورهان على كارا مصطفى وهو يكتب رسالة، وهنا يتلعثم كارا مصطفى وكما رأينا في المشهد وينهض فزعا. والسؤال هنا: هل يتم كشف حقيقة كارا مصطفى في هذا المشهد وفي الحلقة القادمة وتنتهي القصة، أم أن هنالك شيء آخر سيحدث؟ بالتأكيد يا أصدقائي أن هنالك شيئا ما قد دبره المخرج، حيث سيظهر كارا مصطفى بأنه بريء، وسيثبت مرة أخرى لأورهان أنه جدير بثقته وأنه يعمل لصالحه ولا يخونه، ولذلك سيستمر في التجسس والعمل لصالح السلطان محمد بدون أي كشف عن حقيقته. كانت هذه أصدقائي هي أبرز الأحداث التي ظهر فيها الإعلان الثاني للحلقة القادمة 17، وهنالك أحداث أخرى ولكن سننتظر لمشاهدتها من خلال الحلقة القادمة. لا أطيل عليكم، فقط أريد أن أنوه إلى أن الحلقة القادمة 17 حسب الإعلان الأول والإعلان الثاني ستكون أكثر إثارة من الحلقة السابقة، ونتمنى ذلك. لا أطيل عليكم أحبتي، لا تنسوا الاشتراك في القناة ممن لم يشترك بعد، وعمل الإعجاب للفيديو، وشكرا ودمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.